الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بكل خير. نشرة الأخبار تنطلق من المركز الإعلامي في مهرجان القطيف. نقلا عن جهينة الإخبارية، جذبت الطفلة جنى عبد الجبار والتي تبلغ من العمر 11 عاما أنظار الحاضرين، إذ تعد أصغر متطوعة في ركن المطبخ أحد زوايا البيت القطيفي. وتبادلت عبد الجبار أطراف الحديث بكل تباهي مع الزوار لتشرح لهم أدوات المطبخ التي كان يستخدمها الأجداد والآباء في الزمن القديم. مقهى سبع البحر واليامال استقطب زائري البيت القطيفي. لا هب بريح البحر يا ابو علوة، لا هب بريح البحر مال الغصن والعود، والسيف رمله كتب ليل السمر والعود. اي والله عند دار اهل الوفا، عند دار اهل الوفا ينطبعهم ما مال. بالمواويل والأهازيج البحرية واستضافة المؤرخين والشعراء، إضافة إلى زفة العريس والتي أبهرت الزوار بالساحة الخارجية للمهرجان في اليوم السادس. انتهت وحدة الفعاليات من تقييم 148 قطة تحت مسمى مسابقة سنور الجميل، وهي إحدى مسابقات مهرجان القطيف. واعتمدت لجنة التحكيم في تقييمها على عدة نقاط أساسية كالنظافة العامة والشكل الخارجي والسلوك العام، وامتلاك شهادة صحية معتمدة من قبل أحد المراكز المتخصصة في فحص القطط. استقطب مهرجان القطيف الرابع والذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة بالشراكة مع بلدية محافظة القطيف ورعاية دائمة من الهيئة العليا للسياحة والآثار مئات الوفود والشخصيات الاجتماعية في المنطقة ومن خارجها. واستقبلت وحدة العلاقات والاتصال الوفود في واحة التشريفات، ومن ثم أخذهم في جولة حول أركان المهرجان المتنوعة والتعرف على الفعاليات. مسرحية الأطفال بطبوط والتي تعرض حاليا على مسرح مهرجان القطيف استقطبت أنظار الأطفال وذويهم. وأوضح الممثل أحمد الجشي أن المسرحية تعرض للمرة الأولى، وأن تقديمها في هذا المهرجان جاء بهدف رسم البسمة على وجوه الأطفال، وكذلك الاستعداد للمشاركة المحلية والخارجية إن وجدت، مشيرا إلى أنها سوف تشارك في مسابقة مسرح الطفل والذي ينطلق بعد أيام في فرع جمعية الثقافة والفنون بالدمام. وقد كان لنا التقرير التالي في الكواليس، فلنتابع سويا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي سلام عبد العزيز العتوق، عمري 11 سنة. المسرحية جمهورها زين، وأنا دوري طبعا الأم البطة، أم بطبوط. كريم الحجر، عمري 11 سنة، ممثل في مسرحية بطبوط. المسرحية إلى 9 شوال. اسمي حسن محمد عزة، شخصيتي في المسرحية لرنا. الحضور في أول يوم كان جيد، أمس بعد كان ممتاز الحضور، وايد ناس تحضر في المسرحية. اسمي علي حسين الغانم، دوري الزهراء. والله العرض الأخير كان فيه تفاعل، يعني كان فيه جمهور، كان فيه تفاعل. يعني أول أيام ما كان فيه جمهور، بس أمس أعلنا وأشياء، فكان فيه تفاعل جميل، ضحك وناس جو يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمد علي آل محسن، دور في المسرحية بطبوط، بطل المسرحية. الحضور أول يوم يعني جيد، باقي الأيام أوكي، يعني تفاعل جمهور أوكي. عمري 12 سنة. لا الحضور أمس كان ممتاز، كان في تفاعل، كان في إقبال على المسرحية بشكل جيد، خصوصا أواخر أيام أمس وأول أمس. إن شاء الله اليوم وبكرة ولا بعد العروض مستمرة طبعاً، والإقبال يزيد ويزيد أكثر وأكثر. نطلع مواهب جديدة، وإن شاء الله هو أهم شيء الجمهور يكون يستمتع، لأن جمهور اليوم غير، يعني جيل هذا الأطفال مخهم غير مع تواجد كل التقنيات هذه يعني. فأنا أشوف فيه رضا والحمد لله يعني.
كلمة للجمهور. طيب الجمهور طبعا هو الأغلى، وهو بدون احنا ما في شيء، ما في مسرح، ما في أي تذوق إلى اللي احنا نسويه. فالجمهور طبعا منا وفينا، واحنا حريصين على ان احنا ما نضيع وقته ولا نضيع فلوسه ولا نشوه مخ اطفال. شكرا جزيلا. عفوا، مشكورين للاعلام بشكل جزيل. تنافس متطوعو ومتطوعات المهرجان بالتبرع بالدم على اختلاف أعمارهم، ورغم وجود شروط خاصة منها أن لا يقل وزن المتطوع عن 50 كيلوغرام، كما أن للعمر دور أيضا. فلنتابع هذا التقرير. الحمد لله التبرع كان جيد والإقبال ما شاء الله أيضا جيد، وهذا واجب يعني احنا نسويه تجاه يعني خدمة المجتمع. كفاح عبد الإله الخنيزي، عضو في لجنة العلاقات العامة والاتصالات. طبعا أنا مشارك قديم يعني في كل مناسبات، خصوصا فزت مهرجانات دائما أتبرع بالدم. يعني قليل في المستشفيات، بس دائما في المهرجانات أتبرع بالدم. تقريبا هذه تقريبا 10 مرة يمكن أتبرع بالدم. إن شاء الله بنواصل مع مستشفى ثلاثة أشهر، ولو يذكرونا يكون أفضل بعد، يكون في نظام التذكير، أو إذا احتاجوا يكلموا إذا تعدينا 13 شهر لاستفادة الجميع. يعطيكم العافية. أنا الدكتور نبيل الشريف، طبيب قدام بمستشفى تخصص الدماغ. طبعا هي وحدة تبرع بالدم المتنقلة لي. نحن دائما نحاول انه نزور الاماكن العامه، نزور الجامعات، نزور المهرجانات، نشارك بمهرجانات كثيره. ومن أبرز مفاجآت المهرجان لهذا العام توفير شبكة إنترنت مفتوحة لجميع الزوار من قبل وحدة الإعلام. رفع الأثقال وفعاليات رياضية أخرى ميزت مهرجان القطيف بتنظيم من نادي الترجي الرياضي. وقد أوضح عضو مجلس الإدارة بالنادي والمسؤول عن فعالياته بالمهرجان نذير المقبل من خلال لقاء خاص لوحدة الإعلام، بين فيه على أن لجنة إعلام النادي تتواجد في ميدان المهرجان بكل تجهيزاتها وثقلها، كما أننا قد خصصنا ديوانية النادي على أرض المهرجان لاستقبال الزوار وتسجيلهم في النادي. ولقد كنا متخوفين من عدم تقبل الناس للفعاليات الرياضية، ولكن ما لمسناه من ردود فعل للناس أثلج صدورنا. النصر الرياضي يقدم العديد من الجوائز القيمة للجمهور في المهرجان. كان معنا الأستاذ عبد الله شبيب في استديو النشرة، فلنتابع سويا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أقدم الشكر الجزيل إلى مهرجان القطيف 4 على هذه الإنجازات العظيمة المقدمة وهذا الفخر والاعتزاز بهذه المنطقة العزيزة الحبيبة على قلوبنا القطيف، وجهودهم الجبارة من كبيرهم لصغيرهم، من رئيس المهرجان لأصغر طاقم كادر في هذا المهرجان. كل منهم فاعل، كل منهم عامل ليخرج المهرجان بصورة حسنة، بصورة طيبة. المهرجان يحتوي على أقسام كبيرة ضمت الشباب، ضمت الشابات، كبار السن، الأطفال المميزين المبدعين، بعد أقسام الفنون، الرسم، التصوير، المسابقات الخارجية، المهرجان، عدة أقسام تلم كل المميزين في البلد. حقيقة طاقة جبارة في هذه الأرض الطيبة. نشكر جميع المسؤولين الداعمين، نشكر جميع التجار، نشكرهم على هذا العمل الرائع. حقيقة فاق كل التصورات، كل الرهانات، كل التحديات لهم. وصلوا إلى مستوى يشدو إلى عنان السماء. لم يبقى أحدا في المملكة العربية السعودية أو الخليج العربي أو دول آسيا إلا سمع بهذا المهرجان. ونحن حقيقة في مركز النصر الرياضي نقدم المشاركة البسيطة لهم والشكر والدعم البسيط لهم والامتنان الكبير لهم، ليس لنا. ونحن إن شاء الله معكم
في كل شيء. هذه الأرض الطيبة لابد أن تزهر وتنمو وتزدهر، اسمها القطيف لكثرة القطف من ثمارها، وهذه الوجوه الطيبة من الشباب والشابات، هذه الثمار، هذه العوائل الطيبة الطاهرة. ونسأل الله التوفيق لكم إن شاء الله، وعاما بعد عام تتوجون في أكبر المحافل الدولية. وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. انطلقت اليوم مسرحية دنيا الدينار وسط حضور حاشد، والتي لاقت على استحسان الجمهور. وحدة الإعلام تدعوكم بالاشتراك بالقناة، سبسكرايب، لايك. نهاية النشرة، قطيفا سعيدا. تقبلوا تحياتي أنا رشاد طفيف، في أمان الله.